السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله وجدت معكم البصاره. صراحه كتجي ألذ ما يكون. بقاو معايا تشوفوا جميع المراحل وطريقه التحضير. قبل ما نبداو ما تنساونيش باللايك واشتراك القناه وفعلوا الجرس. بسم الله على بركه الله. غنشعل البوطه بعدا. غندير شويه الزيت، جهد نص كاس هكاك ديال الزيت. ندير شويه البصله هكا شرائح، غير بصله صغيره ماشي كبيره. عندي هنا الثومه جوجات، طحنتهم هكا وجوجات خليتهم صاينين، واخا ترميوهم هكاك ماشي مشكل، ها قد ما تعطي النسمه ديالها. شويه د الملحه، الملحه على حسب كل واحد. شويه ديال البزار، ما غاديش نكتر العطريه بزاف. شويه التحميره، شويه ديال الخرقوم او التصفيره، كل واحد اش تيقول. هانتوما كتشوفوا راه ما تنديرش بزاف ديال العطريه. كاينين اللي ما تيديروها كاع، يكتفيو غير بشويه البزار والملحه. ولكن انا عزيز عليا هذا الفول الصراحه، الا كان فيه العطريه هكا تيجي خطير، غير جربوه بالعطريه. صافي غنشحر مزيان هاد البصله، غنشحرها مزيان وعاد نزيد الفول ونحرك بهادي ديال راه كدير الصباع. نزيد واحد شويه ديال الزيت باش تلقى البصله فين ما تشحر. غنزيد واحد الضامه ديال البنه، كتعطيها واحد البنه الصراحه خطيره. كتكلف داك الريحه ديال الفول. الناس اللي ما تياكلوش الفول، عرفتوا هاد الدراري ديال هاد الوقت صعيب شويه في الذوق ديالهم، صعيب هكا. الا درتو ليهم تخلطوا ليهم راه يقدروا ياكلوا الحاجه. وهاد البصاره الصراحه راه الا ذقتوها راه ما تشبعوش منها. انا عندي هنا واحد نص كيلو ديال الفول، راه نقيته. تتكون فيه ديك القشره ديال الفول هي اللي كتكون، ما الصراحه نقي ما فيه والو، وغسلته مزيان. صافي غنديرو دابا فوق البصله وهاد العطريه ديالنا. صافي خلطو هكا. تقولوا درت البصله هكا شرائح كبار، مازال غتطحن. انا كنطحنها. كاين الناس اللي كيديروها هكا تيبقاو غير يحركوها حتى كيطلق داك الفول. ولكن انا عزيزه عليا هكا مطحونه، داكشي باش درت البصله هكا. اللي ما تيطحنهاش يحك البصله. صافي غنبلل هكا حتى يتغطى الفول. صافي غنرد عليه الغلاقه ونخليه يطيب، هو دغيا كيطيب. بسم الله. هانتوما كتشوفوا البصاره ديالنا راه ما تحتاجش كاع. انا جبت هذاك الفول صغير، الصلاه النبي ملي حليت عليه لقيتو داب لا هو لا ديك البصله، ما يحتاجش بنادم كاع يطحنو. هانتوما كتشوفوا البصاره ديالنا الصلاه النبي والملحه وداكشي جا هو هذاك، ما زدت لا ملحه لا والو، دغيا كيطيب داك الفول الصغير، دغيا طاب وداب لا هو لا ديك البصله، ما بقاوش حتى حاجه ما كتبان. هانتوما تشوفوا دابا ان شاء الله غندريسيو وغادي نرجعو. صافي هانتوما كتشوفوا البصاره ديالنا ان شاء الله راه وجدات. وحطيت شويه السودانيه هنا وشويه الكمون على حسب الناس اللي تيبغيو يديروها. انا غندير شويه الزويته. والبصاره معروفه بالزيت، ضروري الزيت. ندير شويه الفلفله الحاره، اللي كيبغيها، اللي ما كيبغيهاش يستغنى عليها، ولكن راه ضروري الحار في البصاره. صافي والبصاره ديالنا وجدات. فهاد المناسبه ديال البرد صلى على النبي هكا البصاره ولا العدس واللوبيا، الصوبه، هادشي اللي كيتناول بزاف في هاد البرد في العشاء. ولا هذه البصاره الا درتها العشاء كتبقى ليا الفطور
كيبغيها ليا راجلي الصراحة، اللي يشرب واحد الزلافة في الصباح يمشي يخدم على خاطرو، ما يضرو لا الجوع لا والو. صراحة هي كتشد سخونة، وكنتمنى تعجبكم الطريقة ديالي وجربوها ان شاء الله بهذه الطريقة وغتعجبكم.